على فكرة صدقيني أنا زيك جدا بحب أخدم الناس، بس لو جت على إن أنا هشيل مسؤولية كبيرة زي دي في آخر الفيديو، المسؤولية دي كبيرة عليك أنت شخصيا. ليه؟ مبدئيا كده الخوف مش اوبشن، هو لازم تخاف تدي السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعهم لحد، لازم، ده مش اوبشن. كان طالع للوعي وليس لاستهداف الناس اللي بتاخد سيكيورتي نمبر من الناس وتشغلهم والكلام ده خالص. انا ما اعرفش ان انت اصلا كنت بتعملي كده. however خليني اقول البروسيس بتاعت الشغل في اي مكان في العادي. انا كسكيورتي وشغال في الاي تي شفت الكلام ده كتير، ودخلت في كذا قصه فيها داتا بريتش وتبع بنوك وتبع جوفرمنت وكل حاجه ممكن تتخيليها. فعندي خبره بسيطه في الموضوع. خليني اقول لك القصه تمشي ازاي. اول حاجه الريكومنديشن ليتر ملوش دعوه خالص بالسوشيال سيكيورتي نمبر. الريكومنديشن ليتر بيبقى ليه دعوه بالاكسبيرينس، والريزومي بيبقى تايد معاه. فانت لما بتبعتي ريكومنديشن ليتر لازم تكوني شفتي ريزومي كويس وشايفه ان الريزومي ده فعلا ماتشنج مع الديسكربشن بتاع الشغل ده. فانا هضطر ان انا اكلم الراجل اللي انا عملت ريكومنديشن ليتر واقول له احنا هنشغلك عندنا عشان احنا فرحنا بالريزومي بتاعك والاكسبيرينس بتاعتك. لكن ماليش الحق ان انا اقول له السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك ايه. ليا الحق ان انا اقول له انت ورقك القانوني ايه في امريكا، حاجه من الثلاثه: ورك بيرميت او جرين كارد او سيتيزن. لكن مش هقول له السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك ايه. ليه بقى مش هقول له؟ عشان بعض من السوشيال سيكيورتي نمبر، مش كلهم، بيبقى نوت فاليد فور ورك. لازم يبقى معاكي ورقه تانية اوثرايزيشن تشغلك بالسوشيال سيكيورتي نمبر. تالت حاجه ودي حاجه مهمه جدا، ليتس سي ان انا جاي اشتغل عندك واديتك السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي. ليتس سي ان انا واحد ما بفهمش اي حاجه وانا ما اتقبلتش في الشغل ديت، وجالي هاك عمل هاك على اللابتوب بتاعي وعلى كل حاجه. هاجي لك انت اول واحده اقول لك انت الوحيده اللي خدتي السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعي. انت شايفه ان ده مسؤوليه كبيره ولا لا؟ مسؤوليه كبيره، وهتضطري تبقي يعني هتضطري تبقي متضايقه من الموقف. فانا ماي ريكومنديشن لاختي ولا تعملي كده ولا تخلي مديرك اصلا يعمل كده، عشان مديرك اصلا شكله في اللالا لاند. ربنا معاكي.